اختار الإعلام الجزائري في سيناريو ركيك مرة أخرى تبرير إخفاق اتحاد كرة القدم في ظفر بمقعد داخل اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها، مدعيا وجود قوى خارقة مسخرة من فوزي القشع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتحكم في اختيارات المصوتين وتوجيهها من أجل هزم الجزائري جايد زفيسف في الانتخابات. وفي أحدث الهرطقات التي نشرت حول الموضوع، ادعى أحد الإعلاميين الجزائريين في مقال له عبر فوت أفريك بناء على مصادره المبنية للمجهول أن فوزي القجع وقبل انطلاق الانتخابات العضوية للمجلس التنفيذي للكاف في أبيجان الأسبوع الماضي توجه نحو جياني إنفانتينو وقال له بصيغة التحذير: هذه قضية دولة، إنها توجيهات الملك، لا تحشروا أنفك، لا تتدخلوا. يأتي ذلك في وقت تشتغل فيه المملكة على أوراش عملاقة وتركز من الناحية الرياضية على تطوير الممارسة محليا وتقوية بنيتها التحتية دون تبديد للطاقة في نظرية المؤامرات أو البحث عن التبريرات وهمية لتفسير فشل معين. وعبر الشارع الجزائري عن امتضاعهما من استمرار ضعف تمثيل بلاد في الأجهزة القارية والدولية لكرة القدم قياسا بالحضور الوازن للمغرب على الرغم من الإمكانيات المسخرة من الجنرالات لبلوغ المكتب التنفيذي للكاف بهدف معاداة مصالح المملكة. واضطر زفيزف إلى الاستقالة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد خسارة رهان الظفر بالمقعد في المكتب التنفيذي للكاف لصالح الليبي عبد الحكيم سليماني ب 38 صوتا مقابل 15. ما رأيكم بهذا الإعلامي الجزائري؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.